السلام عليكم، أتمنى تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض ستيك بالمشروم والكريمة. وهوريكم ازاي تطلعوه التسوية بتاعته تبقى مظبوطة وما فيهوش دم من جوه ولا أي حاجة. أتمنى الطريقة النهاردة تعجبكم، بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ويلا بينا نروح نبدأ الفيديو. أول حاجة هجيب الجريل بتاعتي على النار وهسخنها كويس. هحط فيها زبدة وزيت زيتون. بعد كده هبدأ أنزل بشرايح الستيك بتاعتي. طبعا الشرايح دي في ناس بتحبها تبقى متقطعة تخينة شوية، وفي ناس بتحبها تبقى متقطعة رفيعة كده زيي. أنا بحبها متقطعة رفيعة علشان بحب التسوية بتاعت اللحمة تكون يعني مستوية للآخر. في ناس بتحبها نص تسوية او يبقى فيها من جواها تبقى جوسي وفيها دم كده شوية او لونها وردي. انا مش بحب كده، لكن اللي بيحبها كده يقدر يخلي الجزار يقطعها له شرايح اتخن من دي شوية. اديتها صدمة على النار في الزبدة والزيت الزيتون، ورشتها بالفلفل والملح من جنب، وبعد كده قلبتها على الجنب التاني، وبرضو هديها رشة ملح وفلفل. هحط معاها بقى زعتر كده وروزماري، عودين من الزعتر وعودين من الروزماري وكام فص من الثوم، وهسيبها لحد لما برضو تاخد لون من الجنب التاني كده، واللون الوردي اللي فيها يروح. بعد كده هبدأ أشيل الشرايح الستيك بتاعتي، وهنزل في البهاريز بقى اللي نزلت منها دي ببصلاية مفرومة صغيرة مع الزعتر والروزماري والثوم والزبدة وزيت الزيتون اللي في الجريل. هبدأ أقلب كل الكلام ده شوية لحد لما البصل بتاعي يدبل، مش عايزاه يتحمر، أنا بس مجرد ما هيدبل هنزل عليه على طول بشرايح من المشروم المقطع بالشكل ده، وهبدأ أقلب كل الخلطة دي ببعضها. هشيل بعد كده الأعواد بتاعة الروزماري والزعتر، وكمان في ناس بتحب تشيل التوم. لو انتوا مش بتحبوا طعم التوم يبقى زيادة قوي، ممكن كمان تشيلوا التوم. وبعد كده هحط كوباية كبيرة من الكريمة، كريمة الطهي. الخطوة دي في ناس ممكن تحط معلقة دقيق علشان تتقل الكريمة، لكن انا مش بحب احط دقيق بصراحة. بحس الخليط بيتقل قوي او الصوص بتاعها بيتقل قوي، بيبقى طعمه مش حلو. لكن جربوا تعملوه من غير الدقيق، بيطلع الصوص لما بيغلي معاها بيتقل وبيبقى برضو جميل. لو ما عندكيش كريمة ممكن تحطي كوباية لبن ومعاها معلقة كبيرة من القشطة. وده كده بنزل. رجعت تاني بعد ما الكريمة غليت مع المشروم، رجعت نزلت فيهم شرايح اللحمة وسبتها تغلي معاها كده غلوة لحد لما تتشرب من الكريمة. بعد كده بقى حطيتها اهو في الطبق. شايفين شكلها ممتاز، وطعمها كمان عايزة اقولكم ريحتها خطيرة. زينتها بالبقدونس، وده كده كان شكلها. هوريكم بقى دلوقتي التسوية بتاعتها من جوه. شايفين قطعة اللحمة طرية جدا، مش قاسية ولا من جواها اللون الوردي ولا اي حاجة، بتتقطع معايا بكل سهولة. وده كده لونها من جوه. الحقيقة التسوية بتاعتها ممتازة وطعمها كمان خطير. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. نقول سلام.